السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخواتي في الله، انا النهاردة هعمل فطاير كده محشية جبنة. فهنا انا حطيت قلت لازم اوريها لكم برضو الاول، يعني اولا لازم اوريها لكم. هنا انا حطيت 4 كوبايات دقيق، واربع مضغات عادي من اللي هو 200 مللي ده. وهنا معلقة خميرة بس ممسوحة، يعني مش كبيرة، معلقة صغيرة لان هي دي فطاير اصلا. و... ومعلقة بيكنج باودر صغيرة، ومعلقة سكر كبيرة، وربع معلقة ملح. نقول تاني: 4 كوبايات دقيق، عليهم ربع معلقة ملح صغيرة، معلقة خميرة ممسوحة كبيرة بس ممسوحة مش مليانة يعني، معلقة سكر كبيرة مليانة، معلقة سكر كبيرة مليانة، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة. هنقلب المكونات الجافة دي وهنعجنها بمية. دول حوالي كوبايتين مية دافية. احنا هنعجن ايه بالمية دافية؟ بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسمك اللهم نبدأ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المية بحطها بالتدريج، دول حوالي كوبايتين مية بحطها بالتدريج. دي فطاير كده للسحور، وهعملها على الطاسة ان شاء الله، هخبزها على الطاسة كده، يعني حاجة كده سريعة وعلى قد ايدينا في نفس الوقت. نفضل نعجن فيها شوية كده بايدينا، شوية بعجان، بأي حاجة تقدري تعمليها اعمليها يعني، حتى لو بايديكي، لو بالمعلقة حتى هتتعجن ان شاء الله وتبقى كويسة. انا هفضل ايه، انا هسيب المعلقة كده وهعجن فيها وراجعه لكم يا حبايبي. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. قال لي العجينة اهي، انا لقيتها طريت شوية، المية كانت زيادة، حطيت لها نص كوباية دقيق تاني عشان تبقى مظبوطة اهي، تبقى مظبوطة كده اهو اهي. وحطيت لها معلقتين زيت، معلقتين اتنين بس، معلقتين زيت. وانا بحط نص كوباية الدقيق، حطيتها وقلبتهم في بعض، وبعد كده حطيت لهم معلقتين الزيت، وقعدت اقلب فيهم شويه واعمل فيهم شويه واعجن فيهم شويه لحد ما بقت كده اهو اهي. ما شاء الله، ولا بتلزق ولا اي حاجه. هي ايه، هي طريه بس ما بتلزقش. عشان ايه؟ انا لتيتها كويس وعجنتها كويس. فانا دلوقتي هحطها في مكان دافي لحد ما تخمر، وهرجع لكم. رجعت لكم تاني يا حبايبي. العجينة اهي خمرت، لقيتها طبعا حجمها تضاعف، فقلت ايه اقرصها اهي اهي. حاسه ان في كبير شويه، فانا عايزه اعمل كله ايه مقاس واحد. انا دهنت الصينيه دي سمنه على زيت، شويه زيت على شويه سمنه. حاسه ان في كبير شويه، احاول ايه اقلله اهو. ده هنا جبنه بيضه، على نص كوبايه جبنه رومي مبشوره، و...
ومعلقتين جبنه بيضه ومعلقتين كبار جبنه قريش، معلقتين كبار جبنه بيضه ومعلقتين كبار جبنه قريش، ونص كوبايه جبنه رومي مبشوره، عليها معلقه كبيره حبه البركه. والتكايه بقى بتاعتي ان انا حطيت معلقه دقيق على على الجبنه دي وانا بقلبها. ليه بقى؟ عشان تمتص اي سوائل، عشان ما تنزلش على الفطير وهو على النار. دي بقى التكنيك بتاع او من نشا. بس انا حطيت معلقه دقيق، هي معلقه واحده، معلقه دقيق واحده، وتقلبيها كده اهو، بتتماسك معاه عشان ما ينزلش اي سوائل على يمتص اي سوائل وهو على النار. انا ببدا ايه بقى دلوقتي؟ بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هفرد كده كتير. بسم الله. بإيدك بقى، بماسورة، مش مشكلة أي حاجة. هو بيتفرد بزيت يعني كويس. أنا هنا دي زيت على سمنة أهو. بإيدك أحسن، والإيدان بيساعدك، اللي هو المادة الدهنية. أنا فردتها كده أهي، يعني على قد ما تقدري تفردي، مش بتاخدي حتة كده أهو، تحطيها كده أهو. ناخد الجبنة، معلقة جبنة أهي. ليه دارينا كده؟ عشان دي تتحمل وضع الجبنة. ناخد كده اهو، ناخد كده اهو، وبناخد كده اهي. واحدة تاني، نعمل واحدة تاني. بسم الله. تفردي، حاولي تفردي فيها كده، لو اتقطعت مش مشكلة، كل ده هيتلم اهي. حاولي تفردي فيها كده ايه على قد ما تقدري. بناخد اول حرف اهو اهو، وبنتني كده، وبناخد ايه معلقة الجبن اهي، نحط كده اهو. ناخد كده، بنعمل كده، ناخد كده، وبناخد كده اهي. نعمل واحدة كمان. بسم الله.
مش مشكلة اللي اتقطعت دي، مش مشكلة اهي، مش مشكلة خالص، مش اي مشاكل. تنيناها من هنا بدل ما نتنيها من هنا عشان الحتة اللي اتقطعت دي. ناخد كده اهو، اهو اهي اهي. هخلص الكمية حبايبي وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم بس. رجعت لكم تاني حبايبي بعد ما خلصتهم اهو. طبعا انا لما فردت حطيت معلقه سمنه برضو كده اهو، وتنيت زي ما انتوا شفتوا، وزعت يعني معلقه سمنه عليهم، وانا فردته برضو بالسمنه والزيت وتنيته كده، وحطيت عليه ايه زي ما انتوا شفتوا معايا الجبنه، وعملته ايه مربع. لو في مثلا حرف طالع كده انا اتعمدت اسيب الحرف ده عشان اوريلكم اهو، تعمليه كده اهو لتحت كده اهو. ده هنا احنا هنسيبه ايه يعني 10 دقايق كده، وبعدين هاخده ايه اسويه معاكم برضو وهوريهولكم يا حبايبي. رجعت لكم تاني حبايبي. انا حطيت الطاسه على النار اهي، نار وسطانيه اهي، الطاسه الصغيره دي، وحطيت فيها نص معلقه سمنه من السمنه اللي انا بستعملها، في منها لسه فاضل. وبططتها كده اهو اهي، وهغطيها. بالنسبه برضو لدي هي بس بتتفخ ما شاء الله ازاي، يعني ضغطتها شويه لحد اما تتحمر من تحت كده شويه، هقلبها. النار برضو هنا وسطانيه، برضو هنا وسطانيه وهنا وسطانيه، هي وسط، نار وسط يعني. بصوا يا حبايبي، انا فضلت التسويه هنا في الطاسه دي، شايفين ما شاء الله منتهى الجمال، احسن من الطاسه دي في تسويه الفسيخ ده. فالطاسه دي خلينا بقى ايه شغالين بيها اهي ان شاء الله. بصوا شايفين شكلها، شايفين مطلعه الفسيخ عامله ازاي اهي ان شاء الله. اول ما بتتحمر بروح مقلباها بحاجه زي كده. انا بقى لما ان شاء الله هخلص الكميه هرجع له. رجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما الفطاير استوت. انا من كل جهة كنت بحط يعني حبة سمنة صغيرين من السمنة اللي زايدة برضه، يعني كل جهة اعملها، كل ناحية اعملها اقلبها احط لها، يعني مثلا انا قلبتها اروح حاطه لها نص معلقة سمنة او اقل من نص، يعني حاجة بسيطة كده، عشان طبعا هي ايه فيها سمنة. بصوا شايفين جمالها ما شاء الله، شايفين انا قطعة واحدة اهي اهي، شايفين ما شاء الله مورقة جميلة اهي، شايفين التوريق اهي، شايفين مورقة ازاي، والجبنة اهي جوه اهي، شايفين ما شاء الله، شايفين مورقة ازاي، شايفين جمالها، شايفين ما شاء الله،
شايفين جمال الفطير؟ شايفين كله في منتهى الجمال ما شاء الله. شايفين كله في منتهى الجمال. شايفين طري ولا ريحته يا جماعة؟ ريحته يا بنات تحفة تحفة. على فكرة الدقيق ده 2 دقيق ابيض، كوبايتين دقيق ابيض وكوبايتين دقيق بلدي. كوبايتين دقيق ابيض وكوبايتين بلدي، عشان برضو ايه البلدي حلو بيتوازن مع الابيض. ده هنا صحي يعني. الفطاير اهي ما شاء الله ومنتهى الجمال. يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس يوصل لكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.